لقة لقة بصوت شتوي كده ودلع. مش لأ. تسمعني، انجزي عشان مش فاضيلك ولا فاضي للمواضيع بتاعتك. انا لازم اسافر المانيا 5 شهور عشان جايلي فرصة عمل هناك. طب وانا وبنتك فين من كل ده؟ هتسافري 5 شهور بعيد عن بنتك؟ هو انت قلبك ده ايه؟ فين كلامك ليا قبل الجواز انك هتسيبني اشتغل وانك مش هترفض الناس بنفسي واكون حاجه؟ انت اهم حاجه عندك شغلك وبس، واحنا اخر حاجه بالنسبه لك. اقولك روحي، كده كده وجودك زي عدمه في حياتنا وبنتك، اتعودنا على عدم وجودك خلاص. سابها معتز ونزل قاعد في الجنينه. ممكن اتكلم معاك يا استاذ معتز في حاجه مهمه؟ اتفضلي يا سميره اتكلمي، بس بسرعه عشان عندي ميعاد مهم. في الحقيقه انا مش هقدر اكمل في الشغل واني اخد بالي من نور بنت حضرتك، لاني هتجوز، فقلت اقول لحضرتك عشان تشوف حد غيري ياخد باله منها. هي كانت ناقصاك انت كمان يا سميره؟ كل حاجه جايه مع التانيه. والله غصب عني يا استاذ معتز، هو خطيبي قال لي بعد الجواز مفيش شغل، وانا لو عليا مش عايزه اسيب نور ابدا. خلاص يا سميره